السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جايه لكم بوصفه جديده، وبالتالي جايه لكم بفيديو جديد. هنعمل مع بعض الوصفه اللي انتم شايفينها دي. انا كان بودي اقول لكم ان هي وصفه اقتصاديه، بس بجد ما بقاش في حاجه اسمها وصفه اقتصاديه. يعني حتى الحاجات اللي ما بقتش مكلفه، البتنجان النهارده بقى ب10 جنيه، الفلفل سافر وبقى ب20 جنيه. يعني ما فيش غير الطماطم والبطاطس اللي هي يعني في متناول الناس الغلابة اللي زينا، لكن كل حاجة بقت في متناول الأثرياء يعني. فما بقاش في حاجة اقتصادية يا جماعة، وما بقاش في حاجة بتوفّر، وربنا يعين الناس بجد على حالها. المهم يعني دي يعني بأقل الإمكانيات يعني. فأنا معايا زي ما أنتم شايفين كده بتنجانتين وطماطمتين وبطاطستين وقرنين 3 كده فلفل، يعني ما تكتّريش فلفل، الفلفل ب20 جنيه. يعني هي الوصفة المفروض تاخد فلفل أكتر من كده، بس نظرًا لإن الفلفل بقى أسعار سلاح، فكفاية دول أوي يعني علينا. فأنا قشّرت البطاطس زي ما أنتم شايفين، وقشّرت البتنجان برضه. هابدأ أقطّعهم بقى إيه، مكعبات. هاغسلهم وأقطّعهم كده إيه، مكعبات. البتنجان والطماطم والبطاطس هاقطّعهم كده إيه، مكعبات. بس نقول الحمد لله على كل حال. إحنا هنعمل الأكلة دي ونحط جنبها كده شوية مخلِّل وشوية جرجير، وربنا إيه، يدوم النعم علينا كده، والحمد لله يعني. ما إحنا لازم بقى نساير الأمور، ولازم نحاول على قد ما نقدر يعني نبسّط الدنيا ونهوّن الدنيا على نفسنا يعني. فأنا قطّعت البطاطس كده، وهاقطّع الإيه، البتنجان. كل حاجة يعني كل يوم في الزيادة، في الزيادة. ما علينا من أسعار اللحوم وأسعار الفراخ دي هننحيها جانبًا، لكن بجد الخضار والمكرونات والزيت والسكر، لأ بجد الموضوع يعني بقى صعب. بجد بقى صعب على يعني على حتى المستوى المادي كويس إن هو يتحمّله بصراحة. لإن إحنا زي ما قُلنا قبل كده، الحياة والموضوع مش أكل وشرب بس يعني، لأ إحنا عندنا يعني مواويل تانية. فزي ما أنتم شايفين قطّعت كل حاجة زي ما أنتم شايفين كده، ومعايا توم طبعًا هارساه أو دقّاه في الهون. ومعايا الطاسة بتاعتي كده على النار، فيها إيه حوالي 3 معالق كده إيه من الزيت. وهابدأ أنزل بالبطاطس الأول كده، أدّيها تشويحة يعني إيه، تاخد لون كده إيه بسيط. خدت لون زي ما أنتم شايفين كده. هابدأ برضه أنزل بالبتنجان المكعبات اللي معايا، برضه ياخد لون زي البطاطس كده معانا. فربنا يعين الناس يعني. إحنا طبعًا النهارده أنا باسجّل لكم على الفيديو ده وإحنا تاني يوم، تالت يوم في شهر شعبان. كل سنة وأنتم طيبين طبعًا. نزلت كمان بالفلفل، بعد البتنجان ما خد لون كده، نزلت بالفلفل اللي معايا. هي المفروض يكون فلفل أكتر من كده، بس يعني هُم دول المتاحين يعني. وبعد كده برضه نزلت بالثوم المدقوق أو المهروس اللي معايا، برضه الثوم ياخد إيه، لون أصفر كده وريحته تطلع. وبعد كده هانزل بقى بالطماطم اللي أنا مقطعاها برضه مكعبات، ومعايا كمان صلصة هاخد برضه إيه، معلقة كبيرة كده من الإيه، من الصلصة اللي معايا. الصلصة طبعًا دي اللي أنا كنت مفرّزاها معاكم. أنتم أرجع أقول لكم تاني، الصلصة يا جماعة أنا ما باشتريهاش، قليل جدًا لمّا باشتريها من برّه. أنا الصلصة دايمًا بافرّزها. آآ كانت الطماطم يعني رخيصة نسبيًا، وأنا فرّزت شوية الحمد لله يعني، وشكلهم هيخلصوا قبل رمضان. المهم نزلت برضه بمعلقتين صلصة كبار كده، اتسبكت معايا زي ما أنتم شايفين كده، بقت بشكل جميل بصراحة. الخضار كده مع بعضه بيبقى شكله جميل أوي يعني. هاتبلها بقى بملح وكزبرة ناشفة وشوية توم كده، وشوية فلفل أسمر صغيرين. وهي كده خلصت. يعني هي المفروض الوصفة بتاعتنا كده إيه، خلصت يعني. أنتِ كده تجيبي الطبق بقى وتغرفي كده ورغيف عيش طري، وزي ما قُلنا شوية جرجير كده وشوية مخلل وتاكلي والحمد لله. بس أنا يعني إيه، حبيت أحط لها touch بسيط كده. هاحطها في طاجن وهادخّلها الفرن إيه، تاخد لون. بصراحة بيبقى شكلها حلو أوي لمّا كده، وكمان طعمها والله بيبقى حلو كده. يعني بتنشف أوي كده، وبتبقى طعمها حلو لمّا بتتحط في طاجن. عادي تحطيها في صينية، تحطيها في طاجن فخار أو في طاجن بايركس زي ما أنا حطيتها كده، ما فيش أي مشكلة يعني. وممكن زي ما قُلت لِك تستغني عن الخطوة دي، بس هي هتبقى طعمها حلو. جرّبي مش هتخسري حاجة. حطيناها في الطاجن ده زي ما أنتم شايفين. وبرضه إيه، دول يعني حوالي معلقتين كده من الجبنة الموتزاريلا. والله أنا وأنا بافعكِّش كده في الفريزر لقيتهم، وكانوا عاملين إزاي، كانوا كُتلة كده واحدة متجمدة في الفريزر يعني، كان عاف عليهم الزمن يعني، من أيام العز يا أختي بعيد عنِّك. فالمهم إيه، قُمت جايباهم بالمبشرة باشراهم، وقُلت أصل هُم أساسًا مش هيعملوا حاجة، يعني مش هينفع يدخلوا في أي وصفة. فقُمت إيه رشّاهم على وشّها كده. وبقوا زي ما أنتم شايفين كده، أدخّلهم
بقى الفرن، تاخد بس تشميعة كده ووشها يحمر، ونخرجها نشوفها مع بعض. بقت بالشكل الجميل ده، بصراحة شكلها جميل أوي وشكلها حلو، يعني حتى لمّا العيال يدخلوا كده يعني مش هيحسّوا إن هي صينية مسقعة خالص، يعني هُم هيحسّوا إن هي أي حاجة غير مسقعة، بس يا حرام يرجعوا يتصدموا بعد كده. بس أنا عن نفسي عيالي بيحبوا المسقعة يعني، وكمان جوزي بيحب المسقعة، فمش فارق معايا يعني. فبقت بالشكل الجميل اللي أنتم شايفينها كده. هناخد قطعة كده في الطبق برضه إيه نشوفها يعني. ما هو بقى إيه يعني، مش هنقعد بقى اللحمة غالية والفراخ غالية هنموت من الجوع، لا مش هنموت من الجوع، ربنا إن شاء الله يدبّرها كده، وأدينا نمشّي حالنا يعني، علشان إحنا ورانا حاجات تانية، ورانا دروس، ورانا غاز، ورانا كهربا، ورانا يعني موضوع تاني يعني. وبقت بالشكل الجميل ده، والحمد لله على النعمة. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتدعموني باللايك يا جماعة، اللايك مهم جدًا عشان الفيديو يترفع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وباحبكم في الله.